الفيلم بيبدأ بمكالمة على أجهزة الراديو العسكرية، والجنود بيتكلموا بهلع وبيقولوا إن فيه هجوم غريب ومفاجئ من مخلوقات غريبة على العالم كله. المشهد بينقلنا لهولندا كولورادو. المدينة كلها اتدمرت تقريبا، بس أي حاجة فوق ارتفاع 8000 قدم فوق سطح البحر ما فيهاش أي ضرر. رغم إن هم حاولوا، الجيش اتغلب بسرعة، وبعد 3 سنين اللي فاضل من البشرية عاشوا في ملاجئ فوق الجبال، لأن الوحوش مش قادرة تطلع فوق الارتفاع ده. في بلدة صغيرة وسط جبال روكي في مجموعة ناجين، من ضمنهم ولد صغير اسمه هانتر، دايما بيحب ينزل تحت الخط الآمن وبيستخدم منظار علشان يبص على مستوطنة بعيدة على جبل تاني. وفي طريق رجوعه من تحت لمح نور أحمر بيضيء من بعيد، وفجأة لقى وحش بيجري ناحيته، شكله شافه أو شم ريحته. هانتر جري بكل سرعته ناحية الخط الآمن. في اللحظة اللي عدى فيها الخط الوحش وقف مكانه وما كملش وراه. رجع هانتر البيت وحكى اللي حصل لأبوه اللي زعقله جامد لأنه عرض حياته للخطر، وفكروا إن عنده رئة ضعيفة وكان ممكن يموت وهو بيجري، لانه لازم يكون على جهاز اكسجين كل ليله. وبالليل ويل خرج يروح يصطاد مع كادي اللي كانت صديقه مراته اللي ماتت. كادي قالت ان هانتر بيحب دايما يبص على المستوطنه التانيه لانه مفتقد حد في سنه يلعب معاه، بس ويل قال لها ان الولد مش بيروح هناك علشان الوحده بس، ده المكان اللي شاف فيه امه لاخر مره قبل ما تموت. وهم راجعين من الصيد شافوا جارتهم نينا بتجرب حاجه غريبه، كانت بتضرب رصاص خارق على قطعه من قشره وحش. القشره دي كانت سميكه جدا ومفيش حاجه بتاثر فيها. قبل نهايه العالم نينا كانت عالمة شاطرة جدا ومهووسة بشغلها، دلوقتي حلمها الوحيد انها تلاقي طريقة تقتل بيها الوحوش. وفي نفس الليلة جهاز الاكسجين بتاع هانتر طلع صوت تحذير، والجرى يبدل الفلاتر بسرعة، وكان باين ان العدد اللي باقي منهم قليل جدا. هانتر اتولد قبل ميعاده ورئته لسه ضعيفة جدا وممكن تعجز في اي لحظة. ولما ويل ادرك ان المخزون بيخلص قرر يخاطر وينزل لتحت يروح على بولدر، يمكن يلاقي فلاتر في مستشفى هناك. تاني يوم ويل قعد مع هانتر شوية، علمه ازاي يحمي زراعات البطاطس من البرد، وراه كمان ازاي يصطاد سمك صح. وكان عيد ميلاد هانتر، فويل راح على محل في المدينه ولقى اخر علبه مكرونه بالجبنه، دي اكتر اكله بيحبها هانتر، وجابها علشان يعمل له عشاء مميز. وهم قاعدين على الاكل هانتر زعلان وبيقول انه مش بيشوف حد، وسال ابوه ليه ما بنستخدمش الراديو ونتكلم مع ناس تانية. رد ويل الكهرباء يا دوب مكفيه لجهاز تنفسك، واحنا بنتواصل مع المستوطنات التانية باستخدام الاعلام بس. بعد ما خلصوا كادي عدت عليهم وجابت لهم شويه بيره، وقعدوا شويه في البلكونه يفتكروا ايام زمان، ايام ما كانت الحياه عاديه وما فيهاش كوارث ولا وحوش. وبالليل هانتر جات له نوبه تنفسيه جديده، واضطر ويل يستعمل حقنه الطوارئ علشان ينقذه لانه خلاص ما بقاش عنده فلاتر كفايه. في لحظه يأس ويل قرر يروح لنينا في نص الليل وقال لها انا محتاجك تيجي معانا البولدر نجيب فلاتر قبل ما ابني يموت. هي قالت له ان ده انتحار وان الوحوش هناك هيقطعوهم حتت، بس هو صمم وقال لها انت الوحيده اللي رحتي ورجعتي حيه، وانت عندك دين ليا، تارا ماتت بسبب رحلتك دي. في الاول نينا رفضت تماما، بس بعد ما مشي ويل بدأت تصنع بوصلة خاصة من ذكرياتها القديمة، وفكرت في اللي حصل لاصحابها وقت ما الوحوش هجمتهم، ومنهم تارا اللي اتقتلت قدام عينيها. الإحساس بالذنب خلاها تغير رأيها وراحت لويل وقالت له أنا جاية معاك. الصبح ويل طلب من واحدة من القرية تهتم بهانتر لمدة 5 أيام لحد ما يرجع، وبعدين راح يخزن الأسلحة في المخزن، وهناك قابل كادي اللي عرفت إنه ناوي يهرب من غير ما يقول لحد. كادي قالت له هتسيبنا وتموت من غير ما تقول حتى كلمة زي ما عملت تارا، وبعدين قالت له أنا جاية معاك مش هستأذن. ويل حاول يرفض لكن كادي أصرت وقالت له مش هينفع تروح لوحدك، لازم تبقى معاك حد يحمي ظهرك، ونينا كمان هتيجي، يبقى خلاص احنا فريق. نينا كانت مستنية بالفعل وحذرتهم الوحوش اللي تحت مش زي اللي فوق، دول بيجروا والرصاص مش بيأثر فيهم الا لو ضربتهم في وشهم بالظبط، وساعتها بس بيقفوا لحظات. قبل ما يمشي ويل وعد هانتر انه هيرجع في خلال 5 ايام، بس هانتر رد عليه بمرارة وقال له دي نفس الجملة اللي قالتها ماما قبل ما تموت. المجموعة بدأت رحلتها وماشيين على مسار متخطط بدقة علشان يقللوا وقتهم في المنطقة اللي تحت خط الأمان. علشان يختصروا الطريق قرروا يستخدموا مصعد التزلج علشان يقطعوا الأراضي المنخفضة بسرعة. وأثناء الطريق التوتر بدأ يزيد بين نينا وكادي، الاتنين واضح إنهم مش بيحبوا بعض. ويل زهق من شرب نينا وخد منها الإزازة ورماها، وهم ماشيين لمحوا قافلة عسكرية متدمرة تحتهم، باين إن الوحوش هجمتها. قرروا ينزلوا ويشوفوا لو في أي حاجة تنفعهم، لقوا شوية عربيات لاند كروزر وجثث لجنود، خدوا الأسلحة والإمدادات اللي قدروا عليها. نينا سلمت البوصلة لكادي وقالت لها إنها بتقدر تحدد الوحوش من على بعد نص ميل لانهم بيطلعوا مجال مغناطيسي اقوى من اي كائن تاني. ويل لقى قاذفة قنابل تحت عربية لكنه ما كانش عارف يستخدمها. كادي خدت القاذفة وقالت بكل ثقة انا من تكساس. ردت نينا بسخرية وانا من لويزيانا، وده معناه ان ابويا علمني استخدام قاذفة القنابل
قنابل. وبعد شويه بدات نينا وكادي يتخانقوا بجد، وكادي قالت لها انت بتغري جوز صاحبتك الميته وانت السبب في موتها اصلا. بداوا يقولوا لبعض كلام جارح وحتى ضربوا بعض، وبعدين كملوا الطريق وهم متوترين. وفي السكه شافوا قطيع خيول بري بيجري، منظر طبيعي غريب وسط الخراب، كأن الطبيعه نفسها بدات ترجع من تاني. واخيرا وصلوا لمنتجع تزلج قديم في اسانسير هياخدهم للجبل اللي بعده. نينا لمحت حاجه غريبه في البوصله، وحش بيقرب في نور احمر بيشع من غابه وراهم. كادي قالت نجري لفوق، بس نينا قالت مفيش وقت، والجرى ناحيه غرفه التحكم علشان يشغل الاسانسير والوحش بيقرب. كادي ضربت عليه قذيفه، الانفجار وقفه لحظه بس ما ماتش. ويل شغل الاسانسير وركب هو ونينا على الكرسي. كادي لحقتهم وطلعت بسرعه واتسلقت عمود الدعم ونطت على الكرسي بالعافيه. ويل مسك ايديها وطلعها، لكن الوحش ضرب الكابل والموجه خلت الكرسي يتهز جامد. التلاته وقعوا على الارض، لكن لحسن الحظ السقطه ما كانتش قاتله. جريوا بسرعه ناحيه خط الامان ووصلوا ليه بالظبط قبل ما الوحش يوصل لهم. الوحش واقف مكانه مش قادر يكمل. في نفس الليله التلاته باتوا في بيت مهجور في المنتجع، قعدوا حوالين النار وشاركوا بعضهم شويه ويسكي، والجو كان فيه شويه هدوء نادر. نينا بدات تحكي عن بدايه الكارثه، قالت ان الهجوم الاول كان مفاجئ وسريع جدا لدرجه ان البشريه ما لحقتش حتى تكتشف نقط ضعف الوحوش. قالت الموضوع مختلف لما تشوفهم من قريب، الحضاره كلها وقعت في ايام. وكشفت حاجه غريبه جدا، الوحوش بتهاجم البشر بس، الحيوانات ما بيلمسوهاش ولا حتى بيقربوا منها، وكانهم مش بيصطادوا علشان الاكل، دول بيبيدوا البني ادمين وبس من غير سبب واضح. والفضل ساكت بس شكله كان بيفكر في كلامها. في نفس الوقت نينا قالت انها مش قادره تفهم ليه الوحوش ما بيعدوش فوق 8000 قدم، ليه التحديد ده، وكانهم مبرمجين على كده. وقبل ما يناموا ويل افتكر كلام قالوا لتارا مراته قبل ما تروح بولدر، حاول يمنعها واتهم نينا انها بتحركها بدافع شخصي علشان تبقى اول حد يقتل وحش وتخلد اسمها. قال لها وقتها انت ما عندكيش عيله، مش هتفهمي قيمه حياه بني ادم. بس تارا ما سمعتش الكلام وماتت في الرحله دي، ويل لسه شايل الذنب ده جواه. تاني يوم التلاته وصلوا لباب منجم مهجور بيعدي جوه الجبل وبيوصلهم للناحيه التانيه. بس اول ما نينا فهمت انهم داخلين نفق اتعصبت جدا. قالت لويل انت ما قلتلناش ان الطريق هيبقى من تحت، انت متاكد ان النفق ده ما بينزلش تحت خط الامان؟ ولو انحنى في النص انت حتى فكرت؟ فضلت تصرخ انت مش فاهم، الوحوش بتيجي من تحت الارض وبينتقلوا بسهوله، احنا مش كده، احنا حتى مش بنشوف في الضلمه، وهم بيقدروا يشموا اقل نسبه ثاني اكسيد الكربون في الهواء اللي احنا بنطلعه. والكارثه الاكبر ان البوصله مش هتشتغل جوه الجبل. رغم كده ما كانش عندهم اختيار، فربطوا الكشافات في خوذهم وبداوا يدخلوا النفق وسط خوف وضغط رهيب. التلاته دخلوا النفق بحذر شديد، الكشافات منوره والقلق مالي المكان. اول ما وصلوا لنهايه النفق اكتشفوا ان المخرج الرئيسي مقفول تماما، مفيش قدامهم غير ان هم ينزلوا لتحت ويدوروا على طريق تاني للخروج. كادي سألت طيب لما نوصل للآخر نعمل ايه؟ نجري؟ نينا قالت لا، الجري هيتعبنا بسرعة وهيزود نسبة ثاني أكسيد الكربون اللي بنطلعه، وده يخليهم يشمونا من على بعد ميل. قالت لهم لازم نتحرك ببطء وهدوء ونتحكم في أنفاسنا. وفعلا نزلوا على سلم طويل ولقوا نفق أعمق، وهم بيتمشوا فيه شافوا نور أحمر خافت جاي من قدام. كل واحد غطى نور كشافه بإيده وحاولوا يتسللوا بصمت. فجأة كادي شافت الوحش رمت قنبلة يدوية عند مدخل النفق على أمل إن الحطام يمنعه، بس الانفجار ما عملش غير إنه بطئوا ثانية أو اتنين. اضطروا يزحفوا فتحة ضيقة وطفوا الكشافات وكتموا نفسهم حرفيا. الوحش كان قريب جدا بيشم الهواء وبيتحسس المكان بمخالبه. نينا قالت انا هولع شعلة لما يجي تشتت انتباهه واحنا نكمل زحف للاخر. نينا شغلت الشعلة والوحش اندهش للحظة. التلاتة اتحركوا بسرعة، لكن وهم بيكملوا الزحف كادي كانت قدامهم مفاجأة. ظهر وحش تاني من الضلمة ضربها بمخالبه وسحبها جوه الضلمة واختفت. ويل ونينا اتصدموا، حاولوا يوصلوا ليها بس مفيش فايدة، اضطروا يكملوا الطريق لوحدهم وقلبهم بيتقطع. طلعوا على سلم تاني وخرجوا اخيرا من النفق ووصلوا لمنطقة اسمها منزل الحارس وقرروا يقضوا الليلة هناك. ويل دخل المطبخ ولقى علبة مكرونة بالجبنة، نفس الأكلة اللي ابنه بيحبها. مسكها وقعد يفكر في هانتر وقد ايه الأكلة دي مرتبطة بيه. قعدوا جنب النار ونينا قالت فرضيتها الجديدة قشر الوحوش بيطلع مجال كهرومغناطيسي قوي، ولو صممت رصاصة تعطل المجال ده ممكن تتسبب في انفجار داخلي فيهم. ويل اتريق وقال لها يعني رصاصة سحرية؟ قالت له مش سحر، ده علم، فرضية علمية محتاجة بس نختبرها. ويل كان لسه متألم من موت مراته وقال لها مراتي ماتت علشان تساعدك في الجنون ده وانا ندمان اني وافقت وقتها. لكن نينا قالت له انا مش بجرب اي كلام، انا فعلا مؤمنه اننا ممكن نقتلهم. تاني يوم الصبح ويل ونينا خدوا عربيه رينجرز وطلعوا على الطريق ناحيه المدينه والمستشفى اللي فيها الفلاتر اللي محتاجينها. كانوا سايقين بسرعه في الطريق الخطر وكل ثانيه ليها تمن. لما وصلوا للمستشفى دخلوا بكل حذر، المبنى مهجور ومرعب واي صوت فيه صدى. طلعوا للدور اللي فوق ودوروا على مخزن المعدات الطبيه. اخيرا لقوا قاعه فيها شويه فلاتر، بس المكان كان فاضي تقريبا وما فيهوش الكميه اللي تكفي. وهم
بيتنقلوا بين الأرفف نينا بدأت تلاحظ حركة غريبة في البوصلة، وحش بيقرب والكمل يدور ولقى مخزن تاني فيه فلاتر كتير. بدأ يعبي شنطته بسرعة، بس نينا قالت له في وحش قريب بيقرب علينا بسرعة. وفجأة الوحش خبط في الحيطة بقوة رهيبة وبدأ يحاول يدخل عليهم. جريوا ناحية السلم، بس واحد من المجسات اخترق الحيطة ولف حوالين جسم ويل وبدأ يشده. نينا مسكت المجس وضربته علشان يفلت، وويل قدر يحرر نفسه بالعافية. شغل نظام إخماد الحريق في الدور وبدأ الضباب يملى المكان. استغلوا اللحظة وجريوا على آخر دور لحد ما وصلوا الأوضة فيها أنابيب أكسجين كتير. ويل قال لنينا انت اجري انا بجهز كمين. نينا حاولت تقنعه انها تساعد، بس هو قال لها لازم نشتت الوحش، مفيش وقت للكلام. استنى لحد ما الوحش هاجم، وساعتها ضرب طلقة واحدة على واحدة من أنابيب الأكسجين اللي عملت انفجار ضخم. الوحش طار بره المبنى وجسمه اتدمر. ويل خرج ولقى نينا مستنية بره وقال لها ما كنتيش المفروض تستني. قالت له كنت لازم اتأكد، المرة دي انا سمعت. وهنا قرروا بدل ما يرجعوا للجبل يروحوا على المعمل اللي نينا كانت بتشتغل فيه زمان علشان تجرب النظرية بتاعتها. ويل سألها احنا كده اشترينا وقت قد ايه؟ قالت له 6 شهور او سنة، بس بعد كده هنرجع لنفس النقطة ولازم في الاخر نقف ضدهم. ويل وافق وقال لها طيب يلا نجرب. بس هما ما خدوش بالهم ان الوحش اللي انفجر بدأ يتحرك تاني وراهم. وصلوا للمعمل اللي نينا كانت بتشتغل فيه زمان، ومن اول لحظة دخلت المكان كانت باين عليها الثقة والاصرار. ويل بدأ يتمشى ولقى مكتب قديم مكتوب عليه اسم نينا. فتح الدرج ولقى صورة لعيلتها، وكان في الصورة طفلين صغيرين. اتصدم وقال لها انت كان عندك اولاد؟ قالت له وانا كنت معاهم يوم الهجوم، بس قررت اروح الشغل رغم انه كان يوم اجازتي. كنت فاكرة اني هخلص شغل مهم ومشيت وسبتهم وماتوا. حاول يواسيها لكنها قالت له انا طول عمري كنت شايفة نفسي ذكية وكنت متأكدة اني هقدر اوقف الوحوش، وطلعت غلطانة زي ما كنت غلطانة لما قلت لتارا تيجي معايا بولدر. كنت انا السبب في موتها. قال لها ويل انا كنت بلومك علشان اسهل ملوم نفسي، بس كنت عارف انها كانت هتروح كده كده حتى بعد ما حاولت امنعها. نينا بصت له وقالت له ما ينفعش نلوم نفسنا طول الوقت، محدش كان يعرف الوحوش دي بتعمل ايه. وبدأت تجرب نظريتها على قطع من درع الوحش، وحاولت تغطي الرصاص بمواد معينة تسبب خلل في المجال الكهرومغناطيسي بتاعهم، بس التجارب الاولية ما جابتش نتيجة. ويل قال لها احنا بنضيع وقت، تعالي نرجع لهانتر. بس نينا اصرت انت لازم ترجع لوحدك، هانتر محتاجك، انما انا دي مسؤوليتي، لو نجحت هاجي وراك بالعربية اللي مرمية بره بقالها 3 سنين. ويل وافق وودعها. نينا فضلت شغالة في المعمل لوحدها. بدأت تستخدم نار اللحام وركزت على عنصر اسمه الكوبالت، مادة قوية بتستخدم في تصنيع مغناطيسات قوية في مقاومة الحرارة. وقررت تصنع أول رصاصة مطلية بالكوبالت. وفي اللحظة دي وحش ضخم خبط في المبنى. نينا ما خافتش، وقفت بثبات وجهزت البندقية ووجهت الرصاصة ناحية الوحش. في نفس الوقت ويل كان سايق عربية الرينجرز بسرعة ناحية الجبل، لكن العجلة فرقعت والعربية اتزحلقت واتصدمت بصخرة وقلبت. ويل فقد وعيه، ولما فاق كان الليل جه وسمع صوت وحش بيقرب. مسك الشنطة وجري ناحية المنطقة الآمنة، والوحش بيجري وراه. وقبل ما يوصل للحد الفاصل ظهر له وحش تاني من قدامه، وبعدين وحش تالت. ويل اتزنق وسط التلاتة وبدأ يضرب نار بكل ما فيه، بس كان واضح انها معركة خسرانة. وفجأة واحد من الوحوش انفجر قدامه وتحول لشظايا نار زي اللي حصل في المعمل. ويل بص فوق التلة ولقى نينا واقفة هناك ماسكة بندقية فيها رصاصات الكوبالت وشكلها منتصرة. ضربت كمان وقتلت الوحشين التانيين، واللي كان مرعب اكتر من الوحوش نفسها ان بقاياهم ما كانتش عضوية، كانت آلية. الوحوش طلعوا روبوتات متبرمجة مخصوص علشان تقتل البشر، وما بتعديش 8000 قدم، مش مخلوقات حقيقية، آلات بتتحرك على قواعد واضحة وكأن حد مبرمجهم لكده. ويل بص لها وقال لها يعني دول مش كائنات حية؟ نينا قالت له بهزار باين كده، يمكن جايين من الفضاء او يمكن صينيين. وضحكت وقالت له بهزر. ويل ونينا رجعوا للقرية وهانتر جري على ابوه وحضنه جامد جدا. نينا طلعت علم عليه رمز جمجمة وسيفين ورفعته على ساري في نص القرية عشان تبقى اشارة لباقي المستوطنات انهم لقوا امل وان في طريق لقتال الوحوش. الخبر انتشر بالراديو وكل المستوطنات بدأت تصنع رصاصات كوبالت مؤقتة من اي مواد متاحة. وفي النصب التذكاري اللي على النهر نينا حطت رصاصة محفور عليها اسم كادي تكريما لتضحيتها. واخدوا القرار يكملوا حلم كادي وتارا ويواجهوا الوحوش ويبداوا الحرب الحقيقية. فرقة متطوعين من سكان الجبل كلهم مسلحين بالرصاص الجديد نزلوا من اعلى الجبل لاول مرة من 3 سنين. الكاميرا طلعت لفوق وبنشوف لمحات من الانفجارات وهي بتحصل في اماكن بعيدة. الروبوتات بتتضرب والبشرية اخيرا بترد الضربة. وعلى النغمة دي الفيلم بيخلص، واخيرا البشرية هتحارب وتتحرر من احتلال الروبوتات لكوكب الارض. وبيخلص الفيلم هنا. سلام.